تخيل طماطيسه متاع الليل صغيرك حربها بالبكي وطلعت له سخانه برشا، وما عندك شيء في الدار وتدخل بعضك وتراسيلك تخرج تجري تلوش في اقرب فارماسي دنيا. وكيف نقول لك ستريس هذا الكل تنجم تتفاداه بحل بسيط. انا سلمى دكتور فارماسي، واليوم باش نعطيك 5 اهم حاجات لازم يكونوا عندك في الدار كان عندك صغيرات وبيبيات. اول حاجه واللي هي مش ماخذه قيمتها كيف ما يلزم هي لا سوليوشن فيزيولوجي. من اكثر الحاجات الفعاله كيف صغيرك يستبرد ولا يقرب تنظف له بها خشمه، تنظف له بها وذنيه باش تتفادى لي زوتيت، تنظف له بها عينيه وتنظف بها جرح ماهوش غارق. ثاني حاجه من الاساسيات اللي لازمها تكون عندك وهو الباراسيتامول. يكون عندك سيرو ولا مفاتل، وكان صغيرك ماهوش متقلق وما عندوش الردان يجم يقبل السيرو، ماذا بيك تفضلوا هو على خاطر الامتصاص نتاعو خير والبيو ديسبونيبيليتي نتاعو في الدم مستقره ومنظمه على عكس المفاتل. ورد بالك لازم ديما تعطي الدوز الصحيحه اللي هي حسب الوزن وماهيش حسب العمر. ثالث حاجه ومن اهم الحاجات باش تحمي صغيرك من الديزيدراتاسيون وهما لي سوليوشن دو ريهيدراتاسيون. وقت اللي صغيرك يبدا يعاني من جريان الجوف ولا غاسترو ولا عرق برشا كي طلعت له السخانه، قاعد يخسر في السوائل هذوكم في املاح مهمين للبدن. هذاك علاش لي سوليوشن دو ريهيدراتاسيون مهمين باش يعاودوا يرجعوا الاملاح الباهيه هذيا واللازمه للبدن. رابع حاجه وهي الفيتامين دي اللي ديما ننساوها واللي هي مهمه برشا في تقويه المناعه، نقص الالتهابات وسورتو قوي في العظام تاع صغيرك، خاصه انه هو في مرحله نمو. دونك ما تنساش الاربع قطرات في شويه ماء تاع فيتامين دي اللي تعطيهم لصغيرك كل يوم. خامس حاجه وهما لي بروبيوتيك الغنيين عن التعريف اللي هما باش يرجعوا البكتيريا النافعه في الامعاء نتاع صغيرك، اللي دونك هو باش يحسن في لي بروبليم كوليك وبروبليم تاع الجات وباش يقوي في المناعه نتاعو. كيف تتصلح بالاساسيات هذوما ما عاد حتى حاله نتاع ستريس تدخلك بعضك وقت اللي صغيرك يمرض.